ناصر الشمراني يتحدث لأكشن يا دوري مع خالد الشعبي، ونعرف وش صاير مع ناصر الشمراني. سلام عليك. الحمد لله، يعني اليوم كانت مباراة لعبنا مع شقيقنا نادي الخليج، مباراة ودية، أعتقد كل الطرفين استفادوا منها، والحمد لله أن يعني اليوم أتوقع أني أقول جاهز 100% إن شاء الله من خلال مجريات المباراة، وقدمت يعني الحمد لله اللي علي مع زملاء اللاعبين. جاهزيتك كابتن، متى العودة للمباريات؟ متى نشوف الكابتن ناصر مع النادي في المباريات الرسمية إن شاء الله؟ والله إن شاء الله أنا أقول اليوم يعني بعد فترة غياب طويلة، يعني أنا ما لعبت مباريات بسبب يعني الإصابة كانت يعني عثرة لي، خاصة أن تكون في جاهزية اللاعب وبداية موسم، فهذه كانت يعني إشكالية لي، لكن الحمد لله أنا الحين جاهز أتوقع 100%. مباراة اليوم لعبت 90 دقيقة لله الحمد، شارك زملاء اللاعبين حتى في نتيجة المباراة، الحمد لله على كل حال. والله أقول أنا جاهز واستني بس إشارة المدرب في المباريات الرسمية. اليوم المدرب ما قصر، يعني أعطاني الكرت الأخضر نقول، ونزلت المباراة اليوم وكنت جاهز لله الحمد، واعتقد انه المدرب اليوم مطمن اني جاهز، حتى يعني واضح انه مطمن اليوم بعد المباراه. حتى انا ما عندي اي خلاف مع المدرب، اللي بس اقول للجمهور الكل عارف ان انا بدايه الموسم موقف محليا، ممكن مباراه الاخويه ما شاركت فيها، المدرب برضو قال لي انت لسه يعني يبغى لك وقت حتى تجهز، فانا احب اوضح للناس انه ما في شيء بيني وبين المدرب، واعتقد اني من اليوم اقول انا جاهز باذن الله. وناصر هلالي إلى نهاية عقده. اكيد يا اخي. الله يعطيك العافيه.